السويتش السحري. ازاي تدخل وضع الامبراطور في 3 خطوات. قاعد قدام شغلك جاهز تدمر اليوم، بس دماغك واقفة زي الكمبيوتر القديم لما يهنج. الدقايق بتتحول لساعات، وكل ما تحاول تشد نفسك أكتر كل ما تبقى أبطأ. تخيل لو قلتلك في سويتش في دماغك لو دوسته الوقت يختفي، الإبداع ينفجر، والشغل يبقى أسهل زي لعب الأطفال. مش سحر يا صديقي، دي حاجة اسمها الفلو ستيت، ودلوقتي هوريك ازاي تشغلها في أي وقت في أي مكان. أولاً، الفلو ستيت لما تبقى في المود بجد. فكر في الحاجات دي: الرياضيين لما يجروا كأن الدنيا كلها اختفت ومفيش غير خط النهاية. الكتاب لما يكتبوا يفتحوا اللابتوب الساعة 9 صباحاً يلاقوا نفسهم فجأة الساعة 4 العصر وخلصوا 30 صفحة. الموسيقيين لما يعزفوا بيقفلوا عينيهم ويبقوا هم الموسيقى نفسها. دول مش موهوبين بس، دول عارفين ازاي يدخلوا الفلو ستيت. طب الفلو ستيت دي ايه بالظبط؟ دي منطقة ذهنية بيندمج فيها الفعل والوعي، وكل حركة بتبقى effortless. بالعربي كده، لما تبقى في المود لدرجة انك مش حاسس بالوقت، مش حاسس بالتعب، ودماغك شغالة على اوتو بايلوت بس بكفاءة 200%. ثانياً، السر اللي الناس ما تعرفوش: الفلو مش صدفة. معظم الناس فاكرين ان الفلو بيجي لوحده. اصلا أنا النهاردة في المود، امبارح كنت مركز جدا مش عارف ليه. لا يا حبيبي، دي مش صدفة. الفلو ستيت ده حاجة ممكن تهندسها، يعني انجينيرت، زي ما تشغل السويتش بالظبط، بس لازم تعرف القوانين. ثالثاً، المفاتيح الثلاثة لتشغيل الفلو على الطلب. المفتاح الأول: تحدى دماغك. الفلو بيحصل لما المهمة صعبة كفاية إنها تشدك، بس مش صعبة لدرجة إنها تحبطك. يعني إيه بالظبط؟ لو المهمة سهلة قوي هتتكسف وتبقى بورد، لو المهمة صعبة قوي هتتوتر وتقفل. بس لو المهمة في السويت سبوت، يعني صعبة شوية بس انت قادر عليها، Welcome to the flow zone. مثال عملي: لو انت بتتعلم العزف، سهل قوي تعزف أغنية بتعرفها من 10 سنين، يعني ملل. صعب قوي تحاول تعزف أغنية ميتاليكا وانت لسه بتتعلم، يعني إحباط. السويت سبوت تتحدى نفسك بأغنية أصعب شوية من مستواك الحالي، يعني فلو. الخلاصة: حدد هدف واضح ومثير ومد مهاراتك شوية. المفتاح التاني: امسح كل التشتيت، يعني eliminate distractions. الفلو عدو اللدود التشتيت. لو في أي حاجة بتشدك بره المهمة، الفلو هيموت. الحل: اقفل الموبايل، مش سايلنت، اقفله بجد. اقفل التابز اللي مش محتاجها، مش محتاج 47 تاب مفتوح. اعمل ريتشوال، يعني نفس الوقت، نفس المكان، نفس البيئة، عشان دماغك تعرف دلوقتي جيم تايم. مثال على الريتشوال: الكاتب يعمل قهوة، يقعد على نفس الكرسي، يفتح موسيقى لو فاي ويبدأ يكتب. المبرمج يلبس الهودي المفضل، يشغل نفس البلاي ليست ويفتح IDE. دماغك بتتعلم الإشارات دي وبتقول حاضر، وقت التركيز. المفتاح الثالث: شغل الدوبامين، يعني prime yourself with dopamine. الفلو بيحب المومنتم، يعني الزخم، والزخم بيجي منين؟ من الوينز الصغيرة. الحيلة: قبل ما تبدأ المهمة الكبيرة، اعمل مهمة صغيرة وسهلة الأول. ليه؟ لأن لما تنجز حاجة حتى لو صغيرة، دماغك بتفرز دوبامين، وده بيدي الإحساس بالمومنتم، والفلو بيعشق المومنتم. أمثلة على الوينز الصغيرة: قبل ما تكتب، رتب مكتبك، وين صغيرة. قبل ما تذاكر، اعمل 10 تمرينات رياضية، وين صغيرة. قبل ما تشتغل على المشروع، اكتب تو-دو ليست لليوم، وين صغيرة. النتيجة: دماغك بتقول أنا كسبت، يلا نكمل، يعني الفلو بيشتغل. رابعاً، المعادلة السحرية: challenge plus focus plus momentum equals flow state. لما تجمع التلاتة مع بعض، دماغك بتغير الجير وتدخل الفلو زون. والفلو زون دي مش حكر على العباقرة، الفنانين، الرياضيين. الفلو مبني جواك أصلاً، انت بس محتاج تعرف ازاي تفتح القفل. الزبدة: يلا نلخص الثلاث مفاتيح. أولاً، تحدى دماغك. المهمة لازم تكون في السويت سبوت، يعني صعبة شوية بس انت قادر عليها. ثانياً، امسح كل التشتيت، يعني اقفل الموبايل، اقفل التابز، اعمل ريتشوال ثابت. ثالثاً، شغل الدوبامين،
يعني ابدأ بوين صغيرة عشان تبني مومنتم. المعادلة challenge plus focus plus momentum equals flow state. لما تتقن الفن ده مفيش مهمة، مفيش حلم، مفيش جبل أكبر من قدرتك. السويتش في إيدك والقرار ليك. سؤال ليك، إيه آخر مرة حسيت فيها إنك دخلت الفلو ستيت حتى لو من غير ما تعرف اسمها؟ كنت بتعمل إيه وإيه اللي خلاك توصل للحالة دي؟ اكتب في الكومنتات وممكن نكتشف الباترن المشترك بيننا كلنا. وبعدين جرب المفاتيح ال3 دول بكرة وارجع قول لنا هل فعلا شغلت السويتش ولا لأ.